السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة كوكتيل أخبار. يستمر بوق العسكر حفيظ الدراجي في بث سمومه، وها هو في تغريدة أو في تنعيقة له يشبت في صحفي مغربي. ونبقى في نفس الإطار: الكذب والتضليل والتزوير. قناة النهار تسرق تراث المغربي في واضحة النهار بخبثه المعهود وسلوكه الحقير المتواصل ضد كل ما هو مغربي. نشر حفيظ الدراجي بوق الجزائر تغريدة أو تنعيقة في تويتر شمت فيها في الإعلام المغربي رشيد المباركي بعد إصدار قناة BFM الفرنسية قرار فصله، حيث كتب ذاك الحقير الدراجي رسميا قناة BFM TV الفرنسية تفصل المذيع رشيد المباركي بعد ثبوت تهمة ممارسة التضليل. وأضاف قائلا: وترفع شكوى ضد مجهول لفضح ومتابعة الجهات التي تقف خلفه. وختم بوق العسكر الدراجي تنعيقته بالقول: للأسف أمثاله يوجدون في مؤسسات ومنابر إعلامية كثيرة عبر العالم يجب فضحهم، والغريب أنه يصف مذيعا بالتضليل ويدعو لفضح أمثاله، وهو أي حفيظ الدراجي أكبر مضلل وكذاب تعرفه موقع تويتر، إذ ينشر فيه أكاذيبه ليل نهار لخدمة مصالح كبرنات الجزائر. قامت قناة النهار الجزائرية بسرقة مشاهد في واضحة النهار لصانع مغربي بمدينة فاس ونسبتها للجزائر بكل وقاحة ودون حياء ولا خجل. وتواصل الجزائر ودون جدوى البحث عن هوية وثقافة وتاريخ لها، وذلك بالسطو على تراث وتاريخ وثقافة المملكة المغربية. وقد خرج الصانع المغربي بنفسه عن صمته ليفضح كذب قناة النهار الجزائرية وسرقتها، مؤكدا أن المشاهد التي بثتها القناة تخصه وأنه مغربي أبا عن جد. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.